السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده معانا وصفة حلوة جميلة، طبعا كلنا عارفينها، يعني مش محتاجة يعني تتكلم عن نفسها، وهو المحشي. طبعا المحشي ده من أهم الأكلات المصرية. نتكلم عن المحشي، طبعا مش أي محشي تبقى زي المحشي. طبعا في محشي ليه تكات وتركات، وفي محشي فيه حركات، وفي محشي فيه كده أسرار، وفي محشي كده فيه خطوات كده بتبقى بتنقل المحشي كده في حتة حلوة كده. وأهمهم المحشي بتاعنا اللي هو محشي الفلاحين، لا يعلى عليه ومحدش يقدر يختلف عليه. هو أكل الفلاحين كله جميل بصراحة، بيهتموا كده بأكلهم. النهاردة كده يعني قلت بقى كده أول يوم رمضان نك... نديها بقى كده يعني ايه تشكيل محاشي كده عشان نفتح نفسهم. جبت هنا كده حلة فيها مية غلت، حطيت فيها معلقتين سكر ومعلقة ملح، ونزلت فيها الكرنبة بالشكل ده، نزلتها بحالها وبدأت أفككها بالشكل ده. طلعتها ورقة من ورقة، كل ورقة كده ما بتقعدش أقل من نص دقيقة. وبعد كده ما بكونوا مجموعة باخدهم تحت الحنفية بشطفهم وبحطهم كده على طرف المصفى لحد ما يصفوا المية اللي فيهم. أهم حاجة بس أوقف السليق بتاعهم علشان خاطر ما يطرش الورق أو ما يتهريش الورق أو كده. ركنت أنا بقى الورق دلوقتي كده وجبت حلة على النار. أنا المحشي بتاعي ما بعملوش إلا بزيت، محطش فيه سمنة قليل. أول لما أحط فيه سمنة بختمه بمعلقة سمنة لما أجي أطفي عليه البوتاجاز، لكن في الأول ما أحطلوش إلا زيت. حطيت كده البصل بتاعي، حطيت كده بعد ما دبل. انا دبلته بس عشان احنا صايمين، طبعا ما ينفعش ان انا اديله لون ولا الكلام ده. حطيت له معلقه بابريكا، حطيت الاول نص معلقه كمون عشان المحشي بيبقى يعني ايه عشان البصل والانتفاخات والكلام ده. وبعد كده حطيت معلقه بابريكا، وهنزل كده بالصلصه الخام. انا كل ده بس بدي ريحه للتسبيكه من بعضها، بس لا بسبك ولا بقلي ولا الكلام ده. انا الطماطم بتاعتي كلها مسبكه كلها، يعني على يا دوبك بس تنزل كده على الحله خلاص، غلوتين كده وخلاص تبقى مسبكه خلاص. انا مفرزاهم جايزه على كده. معايا هنا كده كام قرن شطه احمر، ما كانش عندي فلفل الوان احمر بصراحه، انا بحب احط له فلفل الوان احمر. وقرن واحد اخضر، ما رضيتش اكتر اخضر عشان خاطر ايه، لربما يكون حراق، ما ينفعش اكتر حرق واحنا صايمين. جيت هنا كده معايا كيس طماطم مفرز بتاعي كده، ضرباه كده خشن شويه للمحشي، بيبقى كده مش ضرباه يعني مش من عماه تنعيم كامل. وجيت هنا كده ايه قلبته تقلبتين على ما افكر اني كنت مطلعاه من الفريزر. انا يا جماعه مش من هواة ان انا اخزن الحاجات في الفريزر، اكل بحب انا المحشي فريش. المحشي بالذات اصلا ما كانش فريش، ما لوش لازمه. بعد ما اتسبكت الطماطم بالشكل ده قمت قطعت كده حوالي 6 طماطمات كده حلوين، زي السلطه كده، وحطيتهم على التسبيك. بجمع بين المسبك وبجمع بين الفريش او الني. حطيت كده معلقه الملح، معلقه كزبره، معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود. ما حطيتش اكتر من كده الا مرقه دجاج. حطش انا بهارات كتيره في المحشي بالذات، لازم يبقى بطعمه. كل ده ما حطيتش غير فلفل كمون كزبره. وحطيت كده بالشكل ده كيس 11 بهار، بس عشان كان تحت ايدي، لو مش تحت ايدي ممكن ما احطوش. حطيت كده معلقتين سكر بالشكل ده عشان اعدل الحموضه. هقلبهم كده في بعض. انا كل اللي قدامي ده بقلب بس كده يا دوبك هيتسبك، مش يسبك قوي كمان، يعني نص تسبيك كده عشان الطماطم النيه اللي انا حطيتها مقطعه. حطيت كده 3 مكعبات ماجي عشان انا معايا كميه محشي، فمزوده الماجي شويه. وهي عموما الماجي اصلا اساسا بتدي المحشي طعم جميل جدا، يعني ممكن الواحد يصنع البهارات خالص ويحط الماجي بس. حطيت هنا نص معلقه شطه، إيه كنت ناسياها. هاجي بقى عند التركايه ديت، ودي اهم تركايه دي بقى. دي بقى ما بيعملهاش الا الفلاحين بصراحه. هو دقيت 4 فصوص توم ب3 معالق كزبره خضراء بمعلقتين هرسه فلفل، وحطيت عليهم نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره بس يا ربي، إيه بشويه ملح كده بسبوسات.
يا دوبك بس طلعت لي ريحتهم، وقمت ضايفاهم على صلصه الطماطم. بقى هحطها قبل ما بطفي. دي بقى بتجيب ريحه المحشي من اخر الشارع. دي بقى تكات وتركات الفلاحين. نزلت بقى كده بالرز بتاعي، عصقته كده في الصلصه، بس فصلت طبعا، اخدت كام معلقه كده عشان اعملهم من تشريبه المحشي. ركنتهم على جنب. جيت خدت كده الرز كده ايه، عصقته في الصلصه لحد ما اتشربتها. وبعد ما خلصتها كده بقى ايه، فضيتها كده على صينيه كده بالشكل ده عشان تبرد معايا، عشان احنا طبعا اليوم قصير، وانا مش عندي اي حاجه مجهزه للمحشي. حتى ما فرمتش بصلايه، حتى ده انا عامله كله على ايدي. ما كانش عندي حتى بصلايه مفرومه في الفريزر. جيت كده بردته كده على صينيه واسعه بالشكل ده، واضيف له بقى الخضار كده واحده بواحده كده. إيه كل ده يعني ايه في وقت قياسي والله العظيم. يلا الحمد لله، احنا كنا بعد المغرب بشويه، بس مش مشكله، احنا كده كده بناكل بعد العشاء. بس كان عندنا ناس النهارده اضطرونا ان احنا ناكلهم بدري. مش مشكله بقى. هقلب كده الخضار بتاعي لحد ما ايه. انا كانت لقيت المحشي الخلطه معايا ناقصه زيت، فزودت لها شويه زيت، حسيتها كده مش لامعه، فزودت لها شويه. ف طبعا الزيت ده بيخلي هو، بص هو يعني محشي يعني زيت. كل ما تديله زيت كل ما تلاقيه معاكي كويس. زودت كده، جبت بصلتين ناعمين وضفتهم كده ني في ني. بقى كده انا ضفت البصل وضفت الطماطم ني. كده انا جامعه بين المسبك وجامعه بين الني. جيت كده على الورق بتاعي وقطعته. طبعا الورق ده برضو في ناس تحب تقطعه كله على بعضه كده مره واحده، في مرتين او ثلاثه. واحيانا كده بقعد اقطع، يعني ايه، انا جمعت كده بين كل التقطيعات. انا بقف كده بحب اقطع المحشي بتاعي كده واورقه كده ورقه ورقه كده لوحده، علشان على اساس يسهل لي ان انا استخدمه وانا بلف. طبعا محشي الكرنب ده اكتر حاجه بتعطل اليوم، بس هو جميل طبعا، حتى ان شاء الله يعطلنا ليل ونهار ما فيش مشكله. احنا ورانا ايه؟ المحشي ده اللي البيت اللي ما فيهوش محشي ما فيهوش فرح. انا اليومين اللي فاتوا دول كان عندي شغل كتير، ما عملتش محشي كتير. كنت قليله قوي في المحشي الفتره اللي فاتت دي، مش عشان اي حاجه والله، علشان بس ما كنتش فاضيه بصراحه. يعني كان عندي اكتئاب. هو محشي يعني تحس البيت اللي فيه محشي كده تحسه، يعني بصراحه كده تعدوا عليه كده تحسه كده فيه بهجه وفرح كده وجميل. فا اهو الحمد لله بقى. يلا قعدت بقى انا قطعت الورق بالشكل ده كده، ببرمها كده الورقه الكبيره، واقطعها 3 مرات كده، وورق ورقه كده ورقه ورقه كده بسرعه. ده شغل بقى اليدوي بقى، اللي هو شغل الفلاحين. كنت بقى غاليه ميه كده على النار، وجبت دكر البط بتاعنا ده المحترم ده، تربيه الفلاحين ده. وكنت متبلاه بصراحه، مسوكاه بالبصل والفلفل الاسود. جبت انا بقى بصلتين وطماطميتين وجزرتين وكم ورقة لورا، ورميتهم كده في حلة الشوربة. وجبت بقى الدكربات بتاعنا كده وحطيته. احنا الدكر بتاعنا بسم الله ما شاء الله وزنه تقيل، وزنه 6 كيلو. ده بقى تربية فلاحين على فكرة، يعني مش مزارع ولا الكلام ده. وكان معايا كمان برضو نص بطاية كده حطيتها كده. ف وبقى يعني هقول ايه بقى، الحلة كانت معايا زيادة، حاولت بقى انقص منها كده بس ايه، كان يعني قرفتني بصراحة يعني. كسلت انزل الحلة اللي هي مقاس 40 الكبيرة بقى، اللي هي بتاعت تسيح السمنة. دي العزاويل بتاعتي بقى، دي اهم حاجة عندنا بقى، العزاويل دي اللي بنتخانق عليها. هنا كده معايا نص معلقة فلفل اسود وكم حبهان وكم حبات قرنفل، ضفتهم. ما ضفتش ملح خالص عشان الدكر ده كان كبير شويه في السن، لانه تربيه بيتي. جيت انا بقى قطعت العروق بتاع الكرنب كده وعملتها فرشه للحله بتاعتي. ولازم كده افصل كده بشويه عروق كده عشان خاطر يمتصوا حتى الاملاح الزياده،
مش يحموا بس المحشي من تحت، لا وكمان يمتصوا الاملاح الزياده. الخطوه دي مهمه. هاجي بقى كده جايبه الخلطه بتاعتي، شكلها جميل، الواناتها تحفه. امسك بقى الورق بتاعي كده، الورقه اللي ما تبقاش معايا عدله بحاول كده المها مع ورقه تانية وما هدرش حاجه، انا برميش حاجه ابدا. انا احبش ارمي اي حاجه، حافظ على كل حاجه. مفيش حاجه اسمها ان بهدل ورق ولا ارمي ورق ولا الكلام ده. هلمه كده بالشكل ده. انا كان نفسي والله اوضح اكتر من كده، بس المشكله احنا في رمضان والوقت ضيق. اهو شايفين الصوابع بتاعتي؟ والله العظيم 3 اروع الاكلات واحسن الاكلات. سيبكوا بقى من الكلام الفاضي ده كله التاني ده بقى. هو محشي يعني بصوا تعظيم سلام. حتى الايد متبرمجه عليه، لف في ثانيه. يلا لازم انا بقى كده يا جماعه اجي على قعر حله المحشي، او اخد اول صفه واقوم حاطه حوالي 4 قرون او 5 قرون فلفل وشطه، ارصهم تحت. ده بقى بيدي للمحشي نفس جميل بقى، احسن ما تحطهم فوق وبينزل زي ما هو ماسك نفسه، اجمل كمان ما بتحطه فوق. هنا كنت مكوره كوسه وبتنجان، عبيتهم كده بالشكل لان الكوسه ادخلها الفرن، فقلت احطها هي الاول عشان خاطر ايه ما اشغلش نفسي، لان معايا شغل تاني في الفرن. فبعبي الكوسه كده بالشكل ده. الكوسه بتاعت الفرن بتاعتنا بنجيبها كبيره شويه تتحمل، ويبقى الرزايه فيها ايه تبقى كويسه، يعني تبقى صفة وكويسه. لكن لو صغيره تبقاش حلوه، مش تبقاش ملحمه. لكن الكوسه الكبيره دي بقى لما تخش الفرن كده ويا سلام بقى لما تندهن كده فوق الوش قشطه، بس للاسف ما كانش عندي، مش متاح عندي. تخش بقى كده بصوا تطلع كده تزغرت لوحدها. وادي محشي البتنجان بتاعنا اللي كنت لسه جايباه الاسبوع اللي فات ب8 جنيه، هروح اجيبه امبارح اجيبه ب20 جنيه. مش عارفه ليه والله، مع ان انا جايباه غلب. مش انا بحب البتنجان الموف بتاعنا. ادي حله المحشي بتاعتي اهيت. انا حطيت قرن واحد بس كده فوق اللي كنت ناسياه، لكن انا بحب احط قرن المحشي بتاعتي تحت، الفلفل بتاعتي تحت. حطيت التشريبه بالشكل ده ومكتراها كده متوصيه، انا بحب انا اتوصى في الحاجات دي. حتى التشريبه بتاعتي كده مزوده شويه ملح كده، والشوربه بتاعتي واخده كده وش الشوربه كمان، مدلعاها كده. غطي بقى الطبق واحط غطا الحل شويه كده بقى، لما يغلي احط ورقه فويل اكتم بين كده. ده الدكر بتاعنا بقى ده كان استوى، وايه خدته تحميره كده بالشكل ده. كان معايا جزء من تحمير من خلطه المحشي، دهنتها كده بره كده من بره كده خفافه خالص، ودخلتها تحت الشوايه. انا مش عامله اي حركات في البط النهارده، كانش فيه وقت اعمل حركات. كده المحشي استوى بقى. ده كان بعد الاذان بحوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. الحمد لله. على ما صلينا برضو شربنا اللبن، شربنا البلح وصلينا، كان الحمد لله يعني كان المحشي استوى وغرفناه. اهو شايفين بقى الفلفل، وكمان الفلفل الايام دي مش فلفل بلدي، مش زي الفلفل اللي هو في اوانه. الفلفل الاخضر، مش قصدي على الشطه، هو ممكن يكون لونه غامق بس هو كان طعمه جميل. انا كمان ببهره من جوه بالبصل والفلفل الاسود، فبيبقى يطلع بصراحه جميل. بس كان النهارده ما كنتش يعني في وقت لكل ده. وادي كده محشي الكوسه بتاعي اهو طلع بالشكل ده. وكمان يعني كنا مستعجلين كمان يعني كمان. وادي البتنجان اهوت عاملاه في صينيه صغيره، هو كان كيلو بتنجان ما كانش كتير. انا برضو كنت برضو خايفه ان هو ما يتاكلش. والله العظيم هو اول حاجه اتاكلت وخلصت. مع اني كنت قرفانه منه، محبش البتنجان الاسود قوي، خصوصا مش في ميعاده. بس والله يعني اهو ده ركسوفي وخلص هو الاول. فضيته كده طبق كده لوحده كده، ما رضيتش اعمل تشكيل، لان لما بعمل تشكيل محشي في صينيه واحده البتنجان الاسود ده بيغمق لي المحشي، بي كده ما اعرفش ليه بيغير لونه. بس قسما بالله المحشي بتاعي ده محشي حكايه حكايه، بشويه التركات اللي فيه ده. مش اي محشي ومش اي، على رأي ستي مش كل من نفخ اتوخت. مش بشكر في نفسي والله، بس لما بحب لما بطبخ بحب اظبط الاكل. الحمد لله.
هنا كده انا كنت عامله صينيه جلاش، بس عاملاها في فيديو لوحدها عشان وقت الفيديو. صينيه الجلاش دي والله العظيم اروع صينيه عملتها، مع ان اول مره اعملها، وكنت بدور ان انا اعمل الحشوه بتاعتها اقتصاديه. الحمد لله كسفتنيش، طلعت كويسه. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا يا رب يكون وصفتي النهارده عجبتكم.